النهارده هخليكي تعملي مسحوق البودرة الأوكسي ببلاش، حاجة كده بصي فاخر من الآخر. العبرة بإيه؟ بالتنظيف، والعبرة إن هو يكون مسحوق عالي الجودة. اللهم بارك يا بنات، النهارده هقولك على طريقة تعملي بيها المسحوق ده. ممكن تخلطيه بقى على المسحوق العادي بتاعك، أو ممكن كمان تستخدميه بدل المسحوق بتاعك. اللهم بارك، حاجة كده قمر تحفة ما شاء الله اللهم بارك. تعالي كده أوريكي تجربة الأول كده بشوية صغيرين من اللي احنا عملناهم دولت، وشوفي النتيجة عاملة ازاي والرغوة عاملة ازاي. خدت منهم معلقه واحده بس كده، وبصي انا يعني حبيت ان انا اجرب لك بس في فوطه المطبخ. الفوطه دي متسخه شويه الى حد ما. بس انا عايزه اقول لك الرغوه بقى والتنظيف والكلام ده كله في الملابس البيضاء وفي الملابس الالوان. انا عايزه اقول لك هيمشي معاكي في كل حاجه، اللهم بارك، هيطلع اصعب البقع الموجوده عندك في الملابس. واتحداكي في ده. هينفع للغساله الاوتوماتيك، هقول لك على الخطوات اللي تخليه ينفع للغساله الاوتوماتيك، والخطوات اللي هي تمشيهولك في الغسالة العادية. طبعا معروف ان احنا النهاردة هنعمله للغسالة العادية والفوق اوتوماتيك. خليكي معايا واحدة واحدة، وسمي الله كده وصلي على رسولنا الكريم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. جبت بولة كده ست الكل، وانزلي فيها بمعلقة واحدة من السكر. السكر هنا هيعزز معايا الرغوة بتاعة المسحوق. تمام. هنزل بمعلقة واحدة بس من كربونات الصوديوم او بيكربونات الصوديوم، ودي هتعمل معايا ايه؟ هتعزز معايا النظافة. حلو الكلام، حلو الكلام. حطي لي لايك يا ست الكل، ست الناس كلها، لو بتحبي اختك في الله. معايا كمان 3 معالق كده من الزهرة البيضاء. وانا عايزه اقول لك بقى الزهرة البيضاء ديت في التنظيفات وفي في العموم، كل يعني في العموم الزهرة البيضاء حاجة كده ما شاء الله تبارك الله، وكلمنا كتير جدا عنها في فيديوهات قبل كده. حطي بقى الحاجات اللي بقولك عليها ديت، لو زودتيها للمسحوق بتاعنا النهارده، انا عايزه اقولك انت بتعملي مسحوق حرفيا ملوش حل. في بقى مكون وده خطير جدا يا بنات وتحفة قوي قوي قوي، واللي هو الدنكار، أو اللي هو دواء المش، في ناس كتير جدا بتعرفه بالاسم ده. او اللي هو ايه، هو بيتقال عليه عند العطار يعني دواء المش او الدنكار، او في ليه اسم تاني كده علمي حابه اقول لك عليه برضو، انا مش فاكراه مش متذكراه دلوقتي. بس هو اسمه الدنكار من عند العطار، او قولي له دواء المش. اللي هتشتري منه ب10 جنيه بس ولا حاجه كده، وحطي لي منه النص معلقه الكبيره اللي احنا حطيناها. هاتيلي بقى يا ست الكل وست الناس اي صابونه بوش عندك، صابونه وش عندك اي نوع اي شكل موجوده عندك ما بتستعمليهاش، او موجوده عندك كده مثلا حابه ان انت ركناها مثلا او بتستعمليهاش او هتستعمليها. وليه انا اشتغلت النهارده بالصابون الوش او الصابون الريحه؟ لان طبعا الصابون النابلسي او الصابون اللي هو التاني بيبقى اغلب الناس مش عارفاه او مش متاح عندها، فالنهارده حبيت ان انا اشتغل معاكي بالصابونه اللي هي الوش دي او الصابونه الريحه. خدي بقى القطعه اللي انا وريتها لك ديت، عايزه تاخدي قطعه او 2 او 3 براحتك خالص، الكميه اللي انت حباها. انا اشتغلت لك النهارده على قطعه واحده بس. القطعه دي تعمل حوالي كده 100 جرام، تمام، يعني مش كبيره قوي، ولكن انا بديك الفكره واعملي عليها بقى. بس مش معنى ان انا هعمل ازود في الصابون، يعني زودي مثلا في الصابونه 2 او 3 او 4، حطي نفس الكميه بتاعت المكونات اللي احنا حطيناها دي. هقول لك دلوقتي. يعني مثلا انا هعمل صابونه او هعمل صابونتين او هعمل 3، حطي نفس كميه السكر والكربونات والدنكار والزهره البيضاء، حطي نفس الكميه دي عليها ما تزوديهاش، تمام. بعد ما تبشريها بقى البشر الناعم دوت، انا جبت هنا انعم حاجه على المبشره زي ما حضرتك شايفه كده، ونعمتها. ليه؟ انا عشان تساعدني بقى لما باجي اضربها، لسه هضربها في الكبه تاني او في المطحنه اللي عندك. اللهم بارك، هتنعم معاكي جدا. وهنشوف الخطوات واحده واحده دلوقتي، عشان برضو لما تعملي حاجتك مظبوطه يطلع معاكي المسحوق اللي انت هتعمليه اللهم بارك زيه زي اللي بره بالظبط. انت عايزاه بقى يطلع بالظبط برسيل برسيل صح بقى وعلى حق، وهي بودره زي بتاعه المحلات. الصابونه دي تكون بيضه، مثلا لو هتشتغلي عليها صابون الابيض كمان، اي نوع بقى جميل، اي نوع مثلا على قده براحتك زي انت وامكانياتك. انا المتاحه عندي دي حطيتها، تمام. هو في كل الحالات الصابون ده يا بنات في التنظيف بتاع الملابس تحفه التحفه. يعني في كل الحالات، سواء صابونه من الغاليه او صابونه من اللي هي على قدها كده، ما شاء الله بنات في التنظيف ملهاش حل، تحفه جدا. فطبعا انا حطيت هنا الصابونه اللي بشرتها على بقيه المكونات اللي احنا حطيناها. وهاخدها كده، هجيب الكبه بتاعتي، الكبه بتاعتك بقى او المطحنه المتاح عندك، وحطيهم كده ما شاء الله اللهم بارك، اطحنيهم بقى، اديهم طحنتين 3 كده بحيث ان هي تنعم تماما. هاخدها اطحنها وارجع لك تاني. تمام. بعد ما طحناها زي ما حضرتك شايفه كده، اللهم بارك، نعمت تماما يا بنات. هنا بقى انا ما سبتش ولا مكون غير لما حطيته، تمام. حطينا الزهره البيضاء، حطينا بيكربونات الصوديوم، حطينا الدنكار، حطينا كمان الزهره
البيضه زي ما قلت لك، وحطينا ايه تاني، والصابون. تمام. زودت كمان بقى، دي حاجه كده من عندك، لو عايزه تحطيها تزودي رغوه، تزودي مثلا جوده للمنتج بتاعك، حطي كمان كوبايه من مسحوق الغساله العاديه، ودي براحتك، ما تحطيهاش، مش عايزه تحطيها ما تحطيهاش. زودت كمان ربع معلقه صغيره كده من الزهره الزرقاء اللي هي النيله، في الدول العربيه اسمها النيله. دوبي بقى المكونات الجميله دي كلها على بعضها. هتقولي طب ايه فايده الزهره الزرقاء هنا؟ بتعمل بياض ناصع كده للملابس البيضاء. لو انت هتحطي الخلطه دي للملابس البيضاء هتعمل نصعان كده او بياض بزياده، هتعادل معاكي اللون الابيض. تمام. طيب انا عايزه احول بقى المسحوق دوت لغساله اوتوماتيك. هتزودي بقى، هتاخدي الكميه من ديت هتحطيها للغساله اوتوماتيك، وتزودي معاها نص معلقه صغيره من ملح الليمون عشان يقطع معاكي الرغوه. تمام. يبقى هو ده اللي انا هعمله، بس لو حبيت ان انا استعمله للغساله الاوتوماتيك. لو هستعمله بقى للغساله العاديه او للغساله الفوق اوتوماتيك زي ما هو كده ست الكل، هتحطي الكميه بتاعتك، ولو عايزه تزودي عليها بقى. طبعا انا هنا عامله كميه صغيره، لو حضرتك حابه انك تعملي كميه كبيره هتجيبي طبعا عدد من الصابون وتعملي كميه حلوه محترمه كده عندك وتخليها عندك. اللهم بارك. والله العظيم هتودي غسيلك في حته تانية حرفيا. ما شاء الله. بصي انا الكميه اللي عملتها لك دي من صابونه واحده طبعا، وحطيت معاها دي زياده من عندي، لو مش حابه انك تحطيها ما تحطهاش، ولكن الرغوه بتاعتها جميله بنات واللهم بارك. ما شاء الله بيدي جوده عاليه قوي للتنظيف بتاع الملابس او المفارش او السجاد او ايا ما يكون بتغسليه في البيت. اللهم بارك. طبعا انا هنا حبيت اوريكي مثلا المسحوق بتاعنا جودته عامله ازاي في الرغوه بتاعته، وطبعا عمرها ما هتبان طبعا غير في الغسيل الابيض. كنت اتمنى ان انا اعمل لكم طبعا فيديو غسيل النهارده، بس طبعا ما قدرتش اعمله، فيعني حبيت ان انا اجرب لك الرغوه كده النهارده. ما شاء الله تبارك الله بنات، جربيها والله وعن ثقه. كل المكونات اللي انا حطيتها لك جباره في التنظيف. اللهم بارك. مكونات سهله وبسيطه ومفيش ارخص من كده. انت بتروحي تجيبي العبوه قد كده ما شاء الله يعني بمبلغ وقدره، فلا دي موفرة جدا. لو عندك الصابون في البيت يعني اكتر، بيبقى موجود مثلا احيانا عندك مش بتستعمليه ولا حاجة، لا اعمليه بقى في الموضوع ده. اللهم بارك بيودي غسيلك في حتة تانية. والناس اللي بتشتكي من صفار الملابس البيضة، استعملي بقى المسحوق ده معاها. يعني انت لو عندك مسحوقك عادي، الخلطة دي او المسحوق ده النهاردة هتعمليه بالظبط كده للملابس البيضة كمان. اللهم بارك. وطبعا هو يمشي للبيضة ويمشي للالوان، وما شاء الله بيخلي كل حاجة زي الفل. ممكن تستعمليه في غسيل السجاد، ممكن تستعمليه في غسيل المفارش، في كل حاجة عندك في البيت متاحة انك تعمليها تعمليها. الفيديو خلص على كده، واتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم وخفيف على قلوبكم. وطبعا ما تنسوش بعد ما تخلصوه كده ان كنتوا تعبوه في اي حاجة عندكم هتستعمليه بقى ايه، هتاخدي منه شوية شوية كده زي ما حضرتك حابة. دي كمية انا عملتها، عايزة تضاعفي الكمية زي ما قلت لك ضاعفي الكمية براحتك بالصابون بعدد الصابون. واترككم في رعاية الله، والسلام عليكم.